كاينه واحد اللحظه في حياه كل امراه كتفهم فيها ان الصراخ ما عمره كان قوه، وان كثرة الشرح ما عمرها جابت الاحترام. القوه النفسيه الحقيقيه ما كتحتاج رفع الصوت، وما كتحتاج تبرير ولا دفاع مستميت على النفس. القوه النفسيه كتبان في الهدوء، في الثبات، وفي المرأة اللي عارفه شكون هي، حتى الا ما فهمها حد. الا كنتي كتعبي من الشرح، وكنتي تتعبي من الدفاع، ومن محاوله اثبات حسن نيتك، فهذا الفيديو لك. السلام عليكم، مرحبا بكم يا احلى متابعين، مرحبا بكم في قناتي وقناتكم بودكاست بيتك مع سيها. مرحبا بكم في هذه الحلقه جديده، في هذا المكان اللي كيقوي روحك، تيعطيك دفعه ايجابيه كل يوم، وكيخليك تعيشي حياتك بثقه وهدوء. فرحانين بزاف بوجودكم معنا، شكرا على تعاليقكم، وشكرا على اللايكات ديالكم، وشكرا على تشجيعاتكم المستمره. وما تنساوش دائما شاركونا افكاركم وتجاربكم في التعاليق، كل تعليق منكم تنجاوبوا في الحين. وندوزو دابا لحلقتنا ونقولوا بسم الله ونبداو بالصلاه على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اول حاجه خاصك تعرفيها ان القوه النفسيه كتبدا من الداخل، ان القوه النفسيه ما كتجيش من ردود الفعل، وما كتجيش من الصوت العالي، ولا من الدفاع المستميت على النفس. القوه النفسيه كتجي من الداخل، من واحد القناع العميق، ان قيمتك ما مرتبطه بحتى شي واحد. امراه قويه نفسيا هي الامراه اللي ما كتسولش راسها كل مره واش الناس راضيين عليا، واش كلامي كان مناسب، واش خاصني نبرر اكثر باش يفهموني. هي كتسول سؤال واحد فقط: واش انا راضيه على راسي قدام الله؟ وهنا كيبدا الفرق. الدين ديالنا علمنا بزاف ديال الامور، وعلمنا ايضا ان رضا الناس غايه لا تدرك، وان اللي كيرضي الله حتى ولو غضب الناس فهو رابح حقيقي. كيف ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ارضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه الناس، ومن اسخط الله برضا الناس سخط الله عليه واسخط عليه الناس. هذا الحديث بوحده كيهضر فكره ارضاء الجميع من الجذور. امراه قويه نفسيا كتفهم ان الطريق ديالها هو طريق استقامه مع الله، ماشي طريق تصفيق. ملي كتولي علاقتك قويه مع الله كتولي واثقه، حتى وانتي ساكته، حتى وانتي ما كتشرحيش، كتعرفي ان الله كيعرف نيتك حتى الى الناس ساءوا الفهم. القوه النفسيه هي انك ما محتاجاش تفسري نيتك لكل واحد شك فيك، لان اللي باغي يفهم غادي يفهم، واللي باغي يحكم عليك من بعيد غادي يحكم حتى ولو كنتي مالك. المرأة اللي عندها قوة داخلية ما كتخافش من سوء الظن، حيت قلبها مرتاح، كتعرف أنها ما ظلماتش وما خدعتش وما خرجتش على القيمة ديالها. وهنا كيولي الصمت عبادة، وكيولي الهدوء عبادة. الدين ما علمناش نبرروا نفسنا للناس، علمنا نصلحوا نيتنا مع الله بقوة داخلية، ما محتاجينش استعراض. امرأة قوية نفسيا ما كتدخلش في كل نقاش، وما كتردش على كل كلمة، حيت عارفة أن الصمت أحيانا أذكى رد. كتفهم أن كرامتها أغلى من أي نقاش فارغ. ومنين كتبني قوتها من الداخل، الآراء الناس كتولي ثانوية، وكلامهم ما كيهزهاش، ماشي حيت ما كتحسيش، ولكن حيت تعلمتي تحطي المشاعر في مكان صحيح. والقوة النفسية ما كتمنعش الألم، ولكن كتمنعك تعيشي فيه. وهاد القوة ما كتشافش وما كتجيش فجأة، كتبنى بالصبر وتتبنى بالوعي وبقربك من الله. امرأة قوية نفسيا تعرف أن الله معها حتى وهي وحدها، وهذا الإحساس كافي باش ما تطلبيش اعتراف من أي واحد. من هنا كنبداو القوة الحقيقية، تنبداوها من الداخل ومن الثقة بالله أولا. توقفي عن شرح نفسك للجميع. الشرح الزائد ماشي علامة طيبة، الشرح الزائد علامة ديال التعب، علامة أنك وليتي كتعيشي باش تفهمي، ماشي باش تكوني على حقيقتك. امرأة قوية نفسيا كتعرف حاجة مهمة بزاف: اللي باغي يفهمها غيفهمها بلا شرح، واللي باغي يحكم غادي يحكم حتى ولو فسرت 1000 مرة. الشرح المتكرر كيستنزفك، كيخليك دائما في وضعية الدفاع، كيحسك أن عليك تبرري وجودك وتبرري اختياراتك وتبرري حتى الصمت ديالك. وهذا أخطر مكان يمكن تمشي ليه المرأة نفسيا. القوة ماشي أنك تشرحي أكثر، القوة أنك توضحي مرة وحدة ومن بعد سكتي. المرأة اللي عندها قوة داخلية
ما كتخليش الناس يجروها لساحة التبرير، حيت التبرير كيعطي قيمة للرأي ما خاصوش أصلا ياخد هاد القيمة. الدين ديالنا علمنا أن ماشي كل واحد عنده حق يسولنا ولا يحاكم نيتنا، لقوله تعالى: ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بما اتقى. الله هو اللي كيعرف أشنو في القلب، وهو اللي كيحكم على النية ديال بنادم. فعلاش نرهقوا نفسنا باش نشرحوا نيتنا للناس؟ امرأة قوية نفسيا كتفهم أن الصمت ماشي ضعف، الصمت أحيانا حماية للطاقة ديالها، حماية أيضا لحياتها ولكرامتها. كاينين الناس كيطلبوا الشرح ماشي باش يفهموا، ولكن باش يستنزفوك، باش يشككوا فيك، باش يخليوك دائما كتحسي براسك ناقصة. وهنا خاصك توقفي الشرح الزائد، كيخلي الآخر يحس أنه عنده سلطة على قراراتك. والمرأة القوية ما كتعطيش هاد السلطة حتى لشي واحد، هي كتقول هذا قراري وكتسكت، وهذا اختياري وكتسكت. ما كتخليش راسها في مكانة ديال الإقناع، اللي ما بغاش يقتنع بلاش منه. ومنين كتولي قريبة من الله كتفهمي أن الشرح الزائد هو محاولة تعويض عن النقص الداخلي، ومن بعد الوعي ما كيبقاش عندك هذا النقص، كتولي هادئة ومطمئنة وعارفة طريقك. ما كتشرحيش لنفسك اللي ما احترمكش من الأول، ما كتدافعيش على قيمتك لأن قيمتك ثابتة، وكتفهمي أن اللي باغي يبقى غادي يبقى بلا شرح، واللي باغي يخرج حتى 1000 كلمة ما غاديش توقفه. القوة النفسية أنك تختاري فين تهضري وإمتى تسكتي، وأنك تفهمي أن الصمت ماشي خسارة، أحيانا هو أعظم انتصار. وهنايا غادي نهضروا على كيفاش المرأة القوية ما تدخلش في جدال حتى ولو كانت على حق. حدودك هي سلاحك الحقيقي. القوة النفسية ما كتجيش من القسوة ولا من المواجهة الدائمة، القوة النفسية كتجي من الحدود. المرأة القوية نفسيا ما كتحتاج تكون قاسية باش تحمي راسها، وهي فقط تكون واضحة وثابتة. الحدود ما كتعنيش العداء، وما كتعنيش البرودة، وما كتعنيش احترام الذات. امرأة واعية ما كتسمحش بالتجاوزات المتكررة، وما كتقبلش الإهانة حتى إلا كانت مغفلة بكلام لطيف أو بمزح أو بنية الحسنة. هي تتفهم أن الإهانة إلا تكررت ما ولاش ذلة، ولات اختيار، والاختيار يحتاج ردة فعل واعي. الحدود ما كتحتاج شرح طويل ولا خطابات ولا تهديدات، كتحتاج تابات مرة ومرتين ومن بعد الانسحاب. المرأة القوية كتعطي فرصة ومن بعد فرصة، لكن ما كتعطيش الوصول المفتوح، لأنها عارفة أن الناس كيتعلموا كيف يعاملوك من الطريقة اللي كتسمحي لهم بها. منين كتضحكي على أول تجاوز كتفتحي الباب للثاني، ومن هنا كيضيع الاحترام وكيضيع الحدود الحقيقية. الحدود الحقيقية ما كتفرضش بصوت عالي، كتفرض بالتصرف. الصمت أحيانا أقوى من 1000 مواجهة. الانسحاب الهادئ رسالة واضحة بلا كلمات. الدين ديالنا علمنا أن كرامة الإنسان مقدسة، قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم. هاد التكريم ما كيجيش من الناس، كيجي من الله. والمرأة اللي كتقبل الإهانة بحجة طيبة كتسنى هاد الحقيقة. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يسمح بالإساءة وما كانش يرد بالإساءة، كان يوضع حدود واضحة بهدوء، وهذا أعلى شكل ديال القوة. المرأة القوية نفسيا ما كتدخلش في الصراعات باش تثبت حدودها، هي فقط كتغير سلوكها. إلا ما تحترمتش تتنقص الحضور، كتنقص الكلام وكتنقص الاهتمام، وهذا كيكون مؤلم أكثر من أي مواجهة، لأن بعض الناس ما كيحسوش بقيمتك حتى كيحسوا بغيابك. الحدود تتحمي طاقتك، كتحمي سلامك وكتحمي احترامك لنفسك. والمرأة اللي ما عندهاش حدود كتعب وكتستنزف وكتولي دائما كتعطي أكثر مما تتحمل. أما المرأة الواعية كتفهم أن لا كلمة صحية، وأن الابتعاد أحيانا رحمة للنفس. ملي كتبتي حدودك بهدوء كتولي محترمة، حتى ملي ما كيحبوكش واللي ما مقدركش يحترم حدودك، ما عندوش مكان في حياتك. القوة النفسية أنك تختاري نفسك بلا شعور بالذنب، وأنك تعرفي أن الانسحاب أحيانا هو أعلى درجات الحكمة. تختاري راحتك بدل إرضاء الجميع. أكبر تحول في قوة نفسية ما كيوقعش فجأة، وما كيجيش من مواجهة قوية، كيجي من قرار داخلي هادئ، أنك تختاري راحة بالك بدل رضا الناس. المرأة القوية نفسيا
ما كتعطيش باش ترضي جميع، لأنها عرفت الحقيقة البسيطة ولكن مؤلمة: إرضاء الجميع مستحيل، وأن محاولة إرضاء الجميع هي أسرع طريق للإرهاق النفسي وضياع الهوية. هي ما كتبدلش راسها باش تقبل، وما كتقيس قيمتها بعدد اللي راضين عليها. كتعرف أن خسارة بعض الناس هي ربح للنفس، ومن هنا كتولي هادئة، كتولي خفيفة وواثقة. المرأة اللي كانت كتقول نعم لكل شيء اللي تيتعبها كتحمل فوق طاقتها وتتلوم نفسها ملي كتوصل الإهلاك. أما المرأة الواعية كتفهم أن لا، ماشي أنانية، بل حماية للوقت وحماية للطاقة والسلام الداخلي. ملي كتختاري راحتك كتوقفي حرب داخلية كانت كتدور فيك بلا ما تحسي، حرب بين شنو باغية وشنو الناس باغيين، ومن هنا كيبدا التحرير. الدين ديالنا علمنا التوازن، ما علمناش تضحية بالنفس. لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إلا كان الله ما كيحملكش فوق طاقتك، علاش انتي كتحملي راسك ما لا تطيق؟ المرأة القوية نفسيا ما كتشرحش علاش اختارت راحتها، ولا كتعتذر على اهتمامها بنفسها. هي كتفهم أن اللي كيبغيك بصدق غادي يحترم حدودك وغادي يفرح لراحتك، واللي يغضب من الاختيارك لنفسك راه كان مستفيد من تعبك. وهنا كيبان الفرق بوضوح. اختيار الراحة ما كيخليكش قاسية، كيخليك صادقة مع راسك ومع طاقتك وأيضا مع حياتك. كتولي كتختاري فين تمشي ومع شكون تجلسي وشنو تعطي وشنو تمنعي، بلا ضجيج وبلا تبرير. كما قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لنفسك عليك حقا. وهذا الحديث أساس القوة النفسية. المرأة اللي كتسنى راسها باش ترضي الجميع كتفقد نفسها تدريجيا. أما المرأة اللي كتختار راحتها كتسترجع ذاتها، كتولي تضحك أكثر، كتحس أكثر وكتعيش أكثر. ما تدخلش في نقاشات باش تثبت موقفها، وما كتسمحش لأي واحد يفرض عليها شعور الذنب. هي عارفة أن السلام الداخلي أغلى من أي علاقة غير متوازنة، وأن الهدوء ما كيجيش من كثرة الناس، كيجي من راحة القلب. منين كتختاري راحتك كتولي مرأة قوية بلا صراخ، واثقة بلا شرح، وحاضرة بلا استنزاف. وهنا كتبان القوة الحقيقية. القوة أنك تعيشي حياتك على مقياسك ماشي على مقياس الآخرين، أنك تقولي هذا يناسبني وهذا ما تيناسبنيش، بلا خوف وبلا تبرير. وفي الأخير تذكري هذه الحقيقة: الناس يتغيروا، الآراء تتبدل، لكن راحة بالك إلا ضاعت صعيب ترجع. اختاري نفسك واختاري هدوءك، اختاري سلامك، لأن المرأة اللي كتحترم نفسها هي المرأة اللي يخاف العالم يكسرها. القوة النفسية الحقيقية ما كتصرخش وما كتدافعش بلا داعي، وما كتبررش على الناس اللي ما كيستحقوش طاقتها. هي كتسكت وكتراقب وكتكمل طريقها بثقة وهدوء، بلا صراخ وبلا تبرير وبلا استنزاف. إلا بغيتي تولي امرأة قوية نفسيا، أول خطوة هي توقفي عن الشرح كل تصرف وكل شعور وكل قرار للآخرين. الشرح الزايد كيستنزفك وكيخليك دائما في موقف الدفاع، بينما المرأة الواعية كتفهم أن اللي باغي يفهمها غيفهمها بلا كلمات، واللي باغي يحكم غادي يحكم مهما فسرتي. كوني قوية بصمت، واثقة بلا ضجيج، وخلي أفعالك هي اللي تهضر عليك. تعلمي تقولي لا بلا خوف، وحددي حدودك بلا شعور بالذنب، واختاري راحتك بدل محاولتك لإرضاء الجميع. سلامتك الداخلية، طاقتك وكرامتك أهم من أي رضا خارجي. كاينه واحد اللحظة في حياة كل امرأة كتفهم فيها أن الصراخ ما عمرو كان قوة، وأن كثرة الشرح ما عمرها جابت الاحترام. القوة النفسية الحقيقية ما كتحتاج رفع الصوت، وما كتحتاج تبرير ولا دفاع مستميت على النفس. القوة النفسية كتبان في الهدوء، في الثبات، وفي المرأة اللي عارفة شكون هي حتى إلا ما فهمها حد. إلا كنتي كتعبي من الشرح، وكنتي تتعبي من الدفاع ومن محاولة إثبات حسن نيتك، فهذا الفيديو لك. أول حاجة خاصك تعرفيها أن القوة النفسية كتبدا من الداخل، أن القوة النفسية ما كتجيش من ردود الفعل، وما كتجيش من الصوت العالي ولا من الدفاع المستميت على النفس. القوة النفسية كتجي من الداخل، من واحد القناع العميق أن قيمتك ما مرتبطة بحتى شي واحد. امرأة قوية نفسيا هي الامرأة اللي ما كتسولش راسها كل مرة: واش الناس راضين عليا؟ واش كلامي كان مناسب؟ واش خاصني نبرر أكثر باش يفهموني؟
هي كتسول سؤال واحد فقط: واش أنا راضية على راسي قدام الله؟ وهنا كيبدا الفرق. الدين ديالنا علمنا بزاف ديال الأمور، وعلمنا أيضا أن رضا الناس غاية لا تدرك، وأن اللي كيرضي الله حتى ولو غضب الناس فهو رابح حقيقي. كيف ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. هذا الحديث بوحده كيهضر فكرة إرضاء الجميع من الجذور. امرأة قوية نفسيا كتفهم أن الطريق ديالها هو طريق استقامة مع الله، ماشي طريق تصفيق. مين كتولي علاقتك قوية مع الله كتولي واثقة، حتى وانتي ساكتة، حتى وانتي ما كتشرحيش، كتعرفي أن الله كيعرف نيتك حتى إلى الناس ساء الفهم. القوة النفسية هي أنك ما محتاجاش تفسر نيتك لكل واحد شك فيك، لأن اللي باغي يفهم غادي يفهم، واللي باغي يحكم عليك من بعيد غادي يحكم حتى ولو كنتي مالك. المرأة اللي عندها قوة داخلية ما كتخافش من سوء الظن، حيت قلبها مرتاح، كتعرف أنها ما ظلماتش وما خدعتش وما خرجتش على القيمة ديالها. وهنا كيولي الصمت عبادة، وكيولي الهدوء عبادة. الدين ما علمناش نبرروا نفسنا للناس، علمنا نصلحوا نيتنا مع الله بقوة داخلية، ما محتاجينش استعراض. امرأة قوية نفسيا ما كتدخلش في كل نقاش وما كتردش على كل كلمة، حيت عارفة أن الصمت أحيانا أذكى رد. كتفهم أن كرامتها أغلى من أي نقاش فارغ، ومنين كتبني قوتها من الداخل الآراء الناس كتولي ثانوية وكلامهم ما كيهزهاش، ماشي حيت ما كتحسيش، ولكن حيت تعلمتي تحطي المشاعر في مكان صحيح. والقوة النفسية ما كتمنعش الألم، ولكن كتمنعك تعيشي فيه. وهاد القوة ما كتشافش وما كتجيش فجأة، كتبنى بالصبر وتتبنى بالوعي وبقربك من الله. امرأة قوية نفسيا تعرف أن الله معها حتى وهي وحدها، وهذا الإحساس كافي باش ما تطلبيش اعتراف من أي واحد. من هنا كنبداو القوة الحقيقية، تنبداوها من الداخل ومن الثقة بالله أولا. توقفي عن شرح نفسك للجميع. الشرح الزائد ماشي علامة طيبة، الشرح الزائد علامة ديال التعب، علامة أنك وليتي كتعيشي باش تفهمي ماشي باش تكوني على حقيقتك. امرأة قوية نفسيا كتعرف حاجة مهمة بزاف: اللي باغي يفهمها غيفهمها بلا شرح، واللي باغي يحكم غادي يحكم حتى ولو فسرت 1000 مرة. الشرح المتكرر كيستنزفك، كيخليك دائما في وضعية الدفاع، كيحسك أن عليك تبرري وجودك وتبرري اختياراتك وتبرري حتى الصمت ديالك. وهذا أخطر مكان يمكن تمشي ليه المرأة نفسيا. القوة ماشي أنك تشرحي أكثر، القوة أنك توضحي مرة واحدة ومن بعد سكتي. المرأة اللي عندها قوة داخلية ما كتخليش الناس يجروها لساحة التبرير، حيث التبرير كيعطي قيمة للرأي ما خاصوش أصلا ياخد هاد القيمة. الدين ديالنا علمنا أن ماشي كل واحد عنده حق يسولنا ولا يحاكم نيتنا، لقوله تعالى: ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بما اتقى. الله هو اللي كيعرف أشنو في القلب، وهو اللي كيحكم على النية ديال بنادم. فعلاش نرهقوا نفسنا باش نشرحوا نيتنا للناس؟ امرأة قوية نفسيا كتفهم أن الصمت ماشي ضعف، الصمت أحيانا حماية للطاقة ديالها، حماية أيضا لحياتها ولكرامتها. كاينين الناس كيطلبوا الشرح ماشي باش يفهموا، ولكن باش يستنزفوك، باش يشككوا فيك، باش يخليوك دائما كتحسي براسك ناقصة. وهنا خاصك توقفي الشرح الزائد، كيخلي الآخر يحس أنه عنده سلطة على قراراتك. والمرأة القوية ما كتعطيش هاد السلطة حتى لشي واحد، هي كتقول هذا قراري وكتسكت، وهذا اختياري وكتسكت. ما كتخليش راسها في مكانة ديال الإقناع، اللي ما بغاش يقتنع بلاش منه. ومنين كتولي قريبة من الله كتفهمي أن الشرح الزائد هو محاولة تعويض عن النقص الداخلي، ومن بعد الوعي ما كيبقاش عندك هذا النقص، كتولي هادئة ومطمئنة وعارفة طريقك. ما كتشرحيش لنفسك اللي ما احترمكش من الأول، ما كتدافعيش على قيمتك لأن قيمتك ثابتة، وكتفهمي أن اللي باغي يبقى غادي يبقى بلا شرح، واللي باغي يخرج حتى 1000 كلمة ما غاديش توقفه. القوة النفسية أنك تختاري فين تهضري وإمتى تسكتي، وأنك تفهمي أن الصمت ماشي خسارة، أحيانا هو أعظم انتصار.
وهنايا غادي نهضروا على كيفاش المرأة القوية ما تدخلش في الجدال حتى ولو كانت على حق. حدودك هي سلاحك الحقيقي. القوة النفسية ما كتجيش من القسوة ولا من المواجهة الدائمة. القوة النفسية كتجي من الحدود. المرأة القوية نفسيا ما كتحتاج تكون قاسية باش تحمي راسها، وهي فقط تكون واضحة وثابتة. الحدود ما كتعنيش العداء وما كتعنيش البرودة وما كتعنيش احترام الذات. امرأة واعية ما كتسمحش بالتجاوزات المتكررة وما كتقبلش الإهانة حتى إلا كانت مغفلة بكلام لطيف أو بمزح أو بنية الحسنة. هي تتفهم أن الإهانة إلا تكررت ما ولاتش ذلة، ولات اختيار، والاختيار يحتاج ردة فعل واعي. الحدود ما كتحتاج شرح طويل ولا خطابات ولا تهديدات، كتحتاج تابات مرة ومرتين ومن بعد الانسحاب. المرأة القوية كتعطي فرصة ومن بعد فرصة، لكن ما كتعطيش الوصول المفتوح، لأنها عارفة أن الناس كيتعلموا كيف يعاملوك من الطريقة اللي كتسمحي لهم بها. مني كتضحكي على أول تجاوز كتفتحي الباب للثاني، ومن هنا كيضيع الاحترام وكيضيع الحدود الحقيقية. الحدود الحقيقية ما كتفرضش بصوت عالي، كتفرض بالتصرف. الصمت أحيانا أقوى من 1000 مواجهة. الانسحاب الهادئ رسالة واضحة بلا كلمات. الدين ديالنا علمنا أن الكرامة الإنسان مقدسة. قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم. هاد التكريم ما كيجيش من الناس، كيجي من الله. والمرأة اللي كتقبل الإهانة بحجة طيبة كتسنى هاد الحقيقة. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يسمح بالإساءة وما كانش يرد بالإساءة، كان يوضع حدود واضحة بهدوء، وهذا أعلى شكل ديال القوة. المرأة القوية نفسيا ما كتدخلش في الصراعات باش تثبت حدودها، هي فقط كتغير سلوكها. إلا ما تحترمتش تتنقص الحضور، كتنقص الكلام وكتنقص الاهتمام، وهذا كيكون مؤلم أكثر من أي مواجهة، لأن بعض الناس ما كيحسوش بقيمتك حتى كيحسوا بغيابك. الحدود تتحمي طاقتك، كتحمي سلامك وكتحمي احترامك لنفسك. والمرأة اللي ما عندهاش حدود كتعب وكتستنزف وكتولي دائما كتعطي أكثر مما تتحمل. أما المرأة الواعية كتفهم أن لا كلمة صحية، وأن الابتعاد أحيانا رحمة للنفس. ملي كتبتي حدودك بهدوء كتولي محترمة، حتى ملي ما كيحبوكش واللي ما مقدركش يحترم حدودك، ما عندوش مكان في حياتك. القوة النفسية أنك تختاري نفسك بلا شعور بالذنب، وأنك تعرفي أن الانسحاب أحيانا هو أعلى درجات الحكمة. تختاري راحتك بدل إرضاء الجميع. أكبر تحول في قوة نفسية ما كيوقعش فجأة وما كيجيش من مواجهة قوية، كيجي من قرار داخلي هادئ، أنك تختاري راحة بالك بدل رضا الناس. المرأة القوية نفسيا ما كتعطيش باش ترضي جميع، لأنها عرفت الحقيقة البسيطة ولكن مؤلمة: إرضاء الجميع مستحيل، وأن محاولة إرضاء الجميع هي أسرع طريق للإرهاق النفسي وضياع الهوية. هي ما كتبدلش راسها باش تقبل، وما كتقيس قيمتها بعدد اللي راضين عليها. كتعرف أن خسارة بعض الناس هي ربح للنفس، ومن هنا كتولي هادئة، كتولي خفيفة وواثقة. المرأة اللي كانت كتقول نعم لكل شيء اللي تيتعبها كتحمل فوق طاقتها وتتلوم نفسها ملي كتوصل الإهلاك. أما المرأة الواعية كتفهم أن لا ماشي أنانية، بل حماية للوقت وحماية للطاقة والسلام الداخلي. ملي كتختاري راحتك كتوقفي حرب داخلية كانت كتدور فيك بلا ما تحسي، حرب بين شنو باغية وشنو الناس باغيين، ومن هنا كيبدا التحرير. الدين ديالنا علمنا التوازن، ما علمناش تضحية بالنفس. لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إلا كان الله ما كيحملكش فوق طاقتك، علاش انتي كتحملي راسك ما لا تطيق؟ المرأة القوية نفسيا ما كتشرحش علاش اختارت راحتها ولا كتعتذر على اهتمامها بنفسها. هي كتفهم أن اللي كيبغيك بصدق غادي يحترم حدودك وغادي يفرح لراحتك، واللي يغضب من الاختيارك لنفسك راه كان مستفيد من تعبك. وهنا كيبان الفرق بوضوح. اختيار راحة ما كيخليكش قاسية، كيخليك صادقة مع راسك ومع طاقتك وأيضا مع حياتك. كتولي كتختاري فين تمشي ومع شكون تجلسي وشنو تعطي وشنو تمنعي، بلا ضجيج وبلا تبرير. كما قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لنفسك عليك حقا.
وهذا الحديث أساس القوة النفسية. المرأة اللي كتسنى راسها باش ترضي الجميع كتفقد نفسها تدريجيا، أما المرأة اللي كتختار راحتها كتسترجع ذاتها، كتولي تضحك أكثر، كتحس أكثر وكتعيش أكثر، ما تدخلش في نقاشات باش تثبت موقفها، وما كتسمحش لأي واحد يفرض عليها شعور الذنب. هي عارفة أن السلام الداخلي أغلى من أي علاقة غير متوازنة، وأن الهدوء ما كيجيش من كثرة الناس، كيجي من راحة القلب. منين كتختاري راحتك كتولي مرأة قوية بلا صراخ، واثقة بلا شرح، وحاضرة بلا استنزاف. وهنا كتبان القوة الحقيقية. القوة أنك تعيشي حياتك على مقياسك ماشي على مقياس الآخرين، أنك تقولي هذا يناسبني وهذا ما تيناسبنيش، بلا خوف وبلا تبرير. وفي الأخير تذكري هذه الحقيقة، الناس يتغيروا، الآراء تتبدل، لكن راحة بالك إلا ضاعت صعيب ترجع. اختاري نفسك واختاري هدوءك، اختاري سلامك، لأن المرأة اللي كتحترم نفسها هي المرأة اللي يخاف العالم يكسرها. القوة النفسية الحقيقية ما كتصرخش وما كتدافعش بلا داعي، وما كتبررش على الناس اللي ما كيستحقوش طاقتها. هي كتسكت وكتراقب وكتكمل طريقها بثقة وهدوء، بلا صراخ وبلا تبرير وبلا استنزاف. إلا بغيتي تولي امرأة قوية نفسيا، أول خطوة هي توقفي عن الشرح كل تصرف وكل شعور وكل قرار للآخرين. الشرح الزايد كيستنزفك ويخليك دائما في موقف الدفاع، بينما المرأة الواعية كتفهم أن اللي باغي يفهمها غيفهمها بلا كلمات، واللي باغي يحكم غادي يحكم مهما فسرتي. كوني قوية بالصمت، واثقة بلا ضجيج، وخلي أفعالك هي اللي تهضر عليك. تعلمي تقولي لا بلا خوف، وحددي حدودك بلا شعور بالذنب، واختاري راحتك بدل محاولتك لإرضاء الجميع. سلامتك الداخلية، طاقتك وكرامتك أهم من أي رضا خارجي. إذا حسيتي هذا الكلام لمسك، ما تنسيش ديري معك واحد اللايك، وشاركي الفيديو مع امرأة محتاجة تسمعه، وكتبي لي في التعليقات أشنو أول حاجة غادي توقفي تشرحيها من اليوم. تذكري القوة الحقيقية كتجي من وعيك، من احترامك لنفسك، ومن قدرتك على العيش بسلام داخلي بلا ما تكوني مضطرة تفسري كل شيء لأي شخص. نشوفك في الفيديو الجاي بإذن الله. وصلنا لنهاية الفيديو، تنقول لكم مع السلامة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.